أهلا بكم. النهاردة هنغوص في واحدة من أهم لو مش أهم لحظة في التاريخ الإسلامي. الهجرة النبوية. بالظبط، الهجرة النبوية وتأسيس الدولة في المدينة. بس إحنا مش هنحكيها كقصة رحلة وخلاص، لا طبعا. إحنا هنفككها ونشوفها كعملية هندسة سياسية واجتماعية، يعني من الطراز الأول. بالظبط كده. دي مش مجرد نقطة تحول، دي فعلا لحظة الخلق، اللحظة اللي الإسلام اتحول فيها من فكرة ورسالة لمجتمع منظم ودولة ليها مؤسسات. وكل اللي جه بعد كده اتبنى على الأساسات دي. كل حاجة اتبنت على اللي حصل في المدينة. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص، من مكة. الوضع هناك كان وصل لطريق مسدود. تماما. الدعوة بقالها أكتر من 10 سنين، وقريش مش بس رافضة، دي دخلت في مرحلة اضطهاد عنيف ومنظم. والمهم هنا إن الرسول أدرك إن استمراره في مكة بنفس الطريقة مش هيجيب نتيجة، وهنا بقى بنشوف التحول في التفكير. من مجرد داعية لقائد. بالظبط، من مجرد داعية بيوصل رسالة لقائد بيفكر بشكل استراتيجي، بدأ يدور على أرض جديدة للدعوة، مكان يقدر يبني فيه، مش مكان يفضل يدافع فيه بس. والفكرة العبقرية كانت في استغلال موسم الحج. مم. يعني بدل ما يكلم أهل مكة اللي هم خلاص قفلوا الباب، بدأ يعرض نفسه على القبائل اللي جاية من بره، كأنه بيعمل بيتش لفكرته في أكبر مؤتمر سنوي في الجزيرة العربية. هو ده التعبير الدقيق. وبعد كم محاولة كده مش ناجحة، لقى ضلته في مجموعة صغيرة من مدينة اسمها يثرب. يسرق. والمفارقة بقى إن يثرب دي كانت مدينة فيها صراعات داخلية عنيفة جدا بين قبيلتين كبار، الأوس والخزرج. كانوا مرهقين من الحروب. منهكين ومحتاجين طرف ثالث محايد يقدر يلمهم. ده خلق عندهم قابلية لفكرة جديدة ممكن توحدهم. يعني نقدر نقول إن احتياجهم السياسي هو اللي فتح لهم الباب للاستجابة الدينية؟ تماما. استجابتهم ما كانتش روحانية بس، لا كان فيها بعد عملي جدا، وده ظهر في البيعة. البيعة. البيعة دي ما كانتش مجرد شهادة إن لا إله إلا الله، لا، دي كانت معاهدة دفاع مشترك. هم بيعوه على حمايته ونصرته كأنه واحد منهم. ده التزام سياسي وعسكري واضح جدا. ومن هنا بقى يثرب اتحولت من مجرد مدينة عادية لبؤرة أمل وقاعدة مستقبلية للمسلمين. وده اللي خلى قريش تتجنن. أكيد. لما قريش شافت المسلمين بيتسحبوا واحد ورا التاني من مكة وبيروحوا يثرب، فهموا إن الموضوع خلاص خرج عن السيطرة. الموضوع ما بقاش شوية أفراد مضطهدين، لا لا. لا، ده بقى فيه خطر تكوين كيان مستقل تماما خارج سلطتهم. وهنا بيحصل الاجتماع الشهير في دار الندوة، والمكان ده لوحده ليه دلالة كبيرة. طبعا، دار الندوة دي ما كانتش أي مكان، دي كانت البرلمان الأرستقراطي بتاع مكة. المؤسسة الحاكمة. بالظبط، المؤسسة اللي بتمثل سلطة ونخبة قريش. يعني القرار اللي طلع من هناك ما كانش مؤامرة في الخفاء، ده كان قرار سيادي رسمي من دولة مكة بالقضاء على التهديد ده في مهده. والقرار كان القتل. بس اللي يثير الفضول، ليه الخوف ده كله؟ هل هو كان خوف ديني بحت؟ لأ، وهنا النقطة المهمة. الخوف كان اقتصادي استراتيجي في المقام الأول. بصي على الخريطة، يثرب بتقع فين؟ على طريق التجارة. على طريق التجارة الرئيسي اللي بيربط مكة بالشام، ده شريان الحياة الاقتصادي لقريش. لو قام كيان معادي ليهم في يثرب، ده معناه انهم يقدروا يخنقوا تجارتهم في اي لحظة. يعني التهديد بقى مباشر جداً. فجأة التهديد ما بقاش مجرد تهديد لأصنامهم، لا، ده بقى تهديد مباشر لفلوسهم ونفوذهم. فكانت ضربة استباقية عشان يمنعوا قيام دولة ممكن تقلب موازين القوة في المنطقة. بالظبط. لكن خطتهم فشلت. وهنا لازم نقف عند خطة الهجرة نفسها، لأنها كانت أشبه بعملية مخابراتية. هي بالظبط كده، ما كانتش هروب عشوائي أبدا، دي كانت عملية متخطط لها بمنتهى الدقة. يعني أولاً عنصر التوقيت والمفاجأة، الخروج بالليل. ثانيا التمويه، وهنا العبقرية كلها. بدل ما ياخد الطريق الطبيعي للشمال ناحية يثرب، الرسول وأبو بكر اتجهوا جنوبا، عكس الاتجاه تماماً. عكس الاتجاه تماما، واستخبوا في غار ثور. دي حركة بتلخبط أي حد بيطاردهم. ده غير شبكة الدعم اللوجستي اللي كانت شغالة. طبعا. يعني عبد الله بن أبي بكر كان بيجيب الأخبار، وأسماء بنت أبي بكر كانت بتوصل الأكل، وعامر بن فهيرة كان بيخفي آثار الأقدام بالغنم بتاعته. شبكة معلومات وتغطية كاملة. متكاملة. كل ده بيقول لنا إن التوكل على الله في الفكر الإسلامي ما بيتعارضش أبدا مع التخطيط والأخذ بالأسباب لأقصى درجة ممكنة. تمام. وبعد ما المطاردة هديت شوية، استعانوا بدليل خبير بالطرق الصحراوية، عبد الله ابن أريقط، وده ما كانش مسلم وقتها. والنقطة دي مهمة. مهمة جدا، عشان ياخدهم من طريق صحراوي غير معروف.
ده بيورينا انفتاح على الاستعانة بالخبرات حتى لو من خارج الدايرة الدينية. ولما وصل الرسول أخيراً ليثرب، المشهد كان مختلف 180 درجة عن مكة. استقبال احتفالي والناس كلها في الشوارع، وأول قرار خده كان ليه دلالة رمزية كبيرة جداً. إنه غير اسم المدينة، بالظبط. ما بقتش يثرب اللي ممكن يكون ليها دلالات سلبية، وبقت المدينة. وده مش مجرد تغيير اسم على لوحة، ده إعلان ميلاد. إعلان ميلاد، إعلان إن المكان ده ما بقاش مجرد تجمع قبائل، لا، ده بقى مركز لمشروع حضاري جديد، المدينة بمفهومها السياسي والاجتماعي. بكده اكتملت المرحلة الأولى، المسلمون اتجمعوا في مكان آمن تحت قيادة واحدة. بس هنا ظهر التحدي الأكبر، آه إزاي تحول المجموعات دي لدولة حقيقية؟ عندنا المهاجرين اللي سابوا كل حاجة وراهم في مكة وجايين من غير فلوس ولا بيوت، وعندنا الأنصار أهل البلد اللي استقبلوهم، ثقافات مختلفة، ظروف اقتصادية متباينة. دي وصفة جاهزة لمشاكل لا حصر لها. وهنا بقى بنوصل لقلب الموضوع، الأسس الثلاثة اللي الرسول بنى عليها الدولة الجديدة. دي مش مجرد قرارات، دي كانت زي ما بنقول ضربات معلم في الهندسة الاجتماعية والسياسية. طيب خلينا نمسكهم واحد واحد. الأساس الأول بناء المسجد، أول مشروع قومي في الدولة الجديدة. والمسجد ده ما كانش مجرد مكان للركوع والسجود. إطلاقاً، دوره كان أعمق وأشمل بكتير. تخيلي معايا مكان واحد بيجمع وظائف البيت الأبيض والكونجرس والجامعة ومركز الخدمة المجتمعية. المسجد كان هو ده كل ده في مكان واحد؟ بالظبط، هو مقر الحكم اللي بتطلع منه القرارات السياسية والعسكرية، هو قاعة البرلمان اللي الصحابة بيجتمعوا فيها للمشورة، هو ساحة القضاء، هو المدرسة اللي الناس بتتعلم فيها دينها ودنياها. يعني ده كان دمج متعمد للسلطة الروحية مع السلطة الزمنية في مكان واحد وكيان واحد. تماماً، دي رسالة واضحة إن في الإسلام مفيش فصل بين جوانب الحياة. السياسة والاقتصاد والاجتماع والعبادة كلها بتدور في فلك واحد. المسجد كان هو الجهاز العصبي المركزي للدولة الوليدة دي، كل حاجة بتبدأ منه وبترجع له. تمام، يبقى كده عندنا المركز الإداري والروحي للدولة. بس الدولة مش مباني وقرارات، الدولة هي الناس. بالظبط، وده ينقلنا للأساس التاني اللي بيتعامل مع التحدي الاجتماعي اللي قلناه، إزاي تدمج المهاجرين والأنصار. وهنا بتيجي الخطوة العبقرية التانية، المؤاخاة. الرسول آخى بين كل واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار. بس لحظة، دي ما كانتش أخوة رمزية أو شعار حلو بيتقال. أنا ده اللي كنت هسأل فيه، يعني فكرة إنه واحد يقسم كل اللي يملكه بالنص مع شخص غريب لسه عارفه، الكلام ده يبان مثالي زيادة عن اللزوم. هل الموضوع ده فعلا نجح على أرض الواقع بالسهولة دي؟ سؤال مهم جدا. المؤاخاة كانت عقد اجتماعي واقتصادي حقيقي وملزم. الأنصاري كان بيعرض على أخوه المهاجر إنه يشاركه في بيته وماله وتجارته. في قصص مذهلة طبعا. زي قصة سعد بن الربيع. بالظبط، قصة سعد بن الربيع الأنصاري اللي عرض على أخوه عبد الرحمن بن عوف المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه. طبعا عبد الرحمن بن عوف شكره وقال له دلني على السوق. والنقطة دي مهمة، بتورينا إن المهاجرين نفسهم ما كانوش عايزين يبقوا عالة، هم كانوا محتاجين بس بداية، رأس خيط، والمؤاخاة قدمت لهم ده. بالظبط كده، المؤاخاة كانت أذكى من مجرد برنامج إعانة بطالة، كانت برنامج دمج اقتصادي متكامل، حلت مشكلة السكن فوراً، وفرت رأس مال المهاجرين عشان يبدأوا تجارتهم وخبراتهم، وفي نفس الوقت خلت روابط دم جديدة أقوى من روابط القبيلة القديمة. أنت ما بقاش ولائك الأول لقبيلتك، بقى ولائك لأخوك في العقيدة وللدولة الجديدة. دي كانت إعادة برمجة للهوية الاجتماعية. يعني نقدر نقول إنها كانت أداة مزدوجة، حلت أزمة اقتصادية طارئة، وفي نفس الوقت خلقت نسيج اجتماعي جديد متماسك هو أساس الدولة. ده يخلينا نروح للأساس الثالث والأخير. بعد ما بقى عندنا مركز إداري اللي هو المسجد، ونسيج اجتماعي متماسك اللي هو المؤاخاة، فاضل إيه؟ فاضل القانون اللي بيحكم الجميع. فاضل الدستور، وهو ده الأساس التالت، صحيفة المدينة. الوثيقة دي من أهم الوثائق السياسية في التاريخ، ومش بس التاريخ الإسلامي. لا، دي وثيقة عالمية. دي بتعتبر أول دستور مدني مكتوب بمعنى الكلمة. كلمة دستور دي كلمة كبيرة. إيه اللي بيخلي الوثيقة دي تستحق التوصيف ده؟ لأنها ما كانتش مجرد مجموعة قواعد للمسلمين وبس، دي كانت عقد اجتماعي بين كل مكونات مجتمع المدينة، المهاجرين، الأنصار بقبائلهم المختلفة،
والأهم القبائل اليهودية اللي كانت عايشة في المدينة من زمان. يعني بتشمل غير المسلمين. طبعاً الوثيقة دي أسست لمفهوم المواطنة لأول مرة في الجزيرة العربية. إزاي؟ ممكن تدينا أمثلة من بنودها؟ طبعاً في بند من أخطر البنود بيقول: وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينه وللمسلمين دينه. أمة مع المؤمنين؟ كلمة أمة هنا استخدامها ثوري. لأول مرة المفهوم ده ما بقاش مرتبط بالدين أو العرق بس، بقى مرتبط بكيان سياسي. يعني كل سكان المدينة مسلمين ويهود بيشكلوا أمة واحدة في مواجهة أي عدوان خارجي. يعني دي معاهدة دفاع مشترك لكل السكان الوطن الجديد؟ بالظبط. الوثيقة حددت إن الدفاع عن المدينة مسؤولية مشتركة، حددت إن حرية الدين مكفولة للجميع، لليهود دينه وللمسلمين دينه. نصت على أن مرجعية فض النزاعات العليا بترجع للرسول، وده أسس للسلطة القضائية المركزية. يعني فصل في المنازعات؟ وحطت قواعد للتعامل المالي زي دفع الدية. باختصار هي حولت مجموعة من العشائر والقبائل المتناثرة لدولة قانون ومؤسسات، الكل فيها عارف حقوقه وواجباته. ده فعلا مفهوم متقدم جدا على عصره. يعني في وقت كانت الهوية فيه للقبيلة وبس، الصحيفة دي خلقت هوية جديدة، هي هوية المواطن في دولة المدينة. تماما، وهي دي العبقرية. الأسس الثلاثة دي اشتغلت مع بعض في تناغم، تكامل. تكامل تام. المسجد كمركز للسلطة، والمؤاخاة كأداة للدمج الاجتماعي والاقتصادي، والصحيفة كإطار قانوني ودستوري بيحكم الجميع. بالثلاثة دول الرسول قدر في فترة قياسية يحول مجموعة لاجئين ومستقبليهم لكيان سياسي قوي ومنظم، وقدر بعدها يغير شكل المنطقة كلها. إذن لو حبينا نلخص بقى رحلتنا النهاردة، فإحنا مش بنتكلم عن مجرد انتقال من مكان لمكان وخلاص. لا خالص. إحنا بنتكلم عن عملية تأسيس دولة مخططة بعناية، بدأت بتشخيص دقيق للمشكلة في مكة، ومرت بعملية هجرة استراتيجية محكمة، وانتهت بوضع 3 أعمدة رئيسية لدولة جديدة في المدينة. عمود إداري وروحي هو المسجد، وعمود اجتماعي واقتصادي هو المؤاخاة، وعمود قانوني ودستوري هو الصحيفة. بالظبط كده. دي قصة الانتقال من الاضطهاد إلى التمكين، من الشتات إلى الدولة، ومن الدعوة إلى الحضارة. وكل ده تم من خلال خطوات عملية مدروسة بتورينا إن بناء الأمم محتاج رؤية وتخطيط وهندسة اجتماعية دقيقة. طيب في نهاية كل ده، وبعد ما استعرضنا إزاي تم تأسيس مجتمع ودولة من الصفر تقريباً، في سؤال ممكن نفكر فيه، وهو إحنا شفنا إزاي صحيفة المدينة كانت وثيقة بتنظم العلاقة في مجتمع متعدد الأديان والأعراق على أساس المواطنة المشتركة والدفاع المشترك. السؤال هو: إلى أي مدى يمكن للمبادئ اللي قامت عليها الوثيقة دي من أكتر من 1400 سنة إنها تلهمنا النهاردة؟ في نقاشاتنا حوالين فكرة الدولة المدنية والمواطنة وحقوق الأقليات والتعايش في مجتمعاتنا المعاصرة، أعتقد ده سؤال يستحق التفكير. سؤال مهم جدا، والإجابة عليه ممكن تكون بداية لحلول كتير لمشاكل بنعاني منها دلوقتي. أحب أعرف رأيكم في المحتوى ده. لو عجبكم ادعمونا بلايك واكتبوا رأيكم في التعليقات، ولو تحبوا ترشحوا موضوعات معينة للحلقات الجاية اكتبوا لنا في التعليقات، وهنحاول نلبي الترشيحات في أقرب وقت. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى هنا أعزائي تنتهي بنا أحداث هذه الحلقة الممتعة، وإلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، لكم مني أطيب المنى وأستودعكم الله.